السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى روح السيد الشهيد الصدر وروح نجليه، إلى شهداء آل الصدر وشهداء الإسلام كافة وأمواتنا وأمواتكم، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الصراط الذين أنعمت عليهم. على حب النبي محمد الأمين الصادق، الصلاة على محمد وآل محمد. على حب الإمام جعفر الصادق، الصلاة على محمد وآل محمد. على حب السيد الشهيد محمد ابن محمد صادق، الصلاة على محمد وآل محمد. الخطبة الأولى مركزية بقلم سماحة السيد القائد مقتدى الصدر. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله كما هو أهله وكما يحب ربنا أن يحمد. اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد. وصل يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. على الرغم مما يعتريني، الكلام للسيد القائد، على الرغم مما يعتريني من حزن من ناحية وغضب من ناحية أخرى لما يحدث من تعديات وإساءات ضد سيد الكونين محمد، عدوه صلى الله عليه وآله، إلا أنني هنا أريد أن أكظم الغضب لبرهة، شوية أكظم غضبي، لأقف على الأسباب التي أدت إلى تعاظم الإساءة وازديادها ضد هذه الشخصية الإلهية الكونية المعصومة، أعني رسول الله صلى الله عليه وآله. وحسب فهمي، والإنسان لا يتعدى فهمه، إننا يجب أن نقسم الأسباب إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول الأسباب الخاصة بمن هو خارج عن الإسلام، أو قل الأسباب الخاصة بالغربيين المتدينين وغيرهم من العلمانيين بل والإلحاديون على حد سواء. القسم الثاني الأسباب الخاصة بمن هم داخل الإسلام أو المحسوبون عليه بصورة أو أخرى. أما القسم الأول ففيه عدة نقاط، منها: الأولى الغموض والضبابية المحيطة بشخص الرسول صلى الله عليه وآله. الثانية إن أغلبهم ولا سيما غير المتدينين منهم، وهي الطبقة الأكبر والأوسع، أناس دنيويون
لا يفكرون بالأمور الدينية، وبالتالي هم على يقين من أن توجهات الرسول مخالفة لذلك، حاشاه طبعا. الثالثة، إن أغلبهم يتصفون بالمادية ويميلون إليها، وهو يخالف نظرتهم عن الرسول ومعرفتهم بأنه يميل إلى الأمور المعنوية. الرابعة، إن المتدينين منهم يحسبون أن هناك فرقاً بين الديانة المسيحية وبين الإسلام. الخامسة، إن المتدينين منهم بل وغيرهم قد ينظرون إلى الإسلام ورسوله بأنه ماح لديانتهم، فيتعاملون معه كند ديني أو سياسي. السادسة، إن أغلب تلك التعديات ضد الرسول صلى الله عليه وآله إنما تصدر ممن يسمون بالدول العظمى كفرنسا وغيرها، فلعلهم ينظرون بتعال وتكبر أزاء الرسول. السابعة، لعلهم يظنون أنه رسول الدول الفقيرة ودول العالم الثالث ولا دخل لهم به. الثامنة والأخيرة، إن الغرب ينظر إلى الإسلام بنظرة الدولة الغنية منها، وبالأخص الخليجية، وهي ذات طابع يغلب عليه الطابع البدوي من جهة والطابع التشددي من جهة أخرى. أما الأسباب التي أدت إلى تعديهم على رسول الإنسانية من داخل الإسلام فهي على نقاط عديدة منها، وهي: أولا، الجالية العربية الإسلامية التي في كنفهم ودولهم وما يرونه منهم من أفعال ومن أفعال بعضهم لا الكل بطبيعة الحال. الثانية، ما سبق احتلال العراق، فإن الإسلام بنظرهم وهابي سلفي تشددي، وهذا ما ينفرهم من الإسلام ورسوله. الثالثة، انفتاح الغرب على الإسلام التسنني وابتعادهم عن الإسلام الشيعي، ووقوع السنة النبوية في أفكاك المتشددين أكثر من وقوع الشيعة في يد متشدديهم. الرابعة، تصوير الرسول في بعض الكتب التاريخية الإسلامية، وأغلبها تاريخ أموي عباسي، وهو الأقرب للنظرة السلفية، لا سيما الشق الأول منه الأموي، وأن الرسول لا يعرف إلا الزواج والحروب والقتل والسهو والخطأ. هكذا صوره بنو أمية. الخامسة، كتب التفسير الظاهري، والذي يميل إلى النسق الوهابي، والذي يفسر الآيات والروايات غالبا بسطحية ووفق معطيات آنية. السادسة، الخلافات الطائفية بين المسلمين. السابعة، تصرفات الحكام الأمويين والعباسيين وإلى يومنا هذا. شوف يقول وإلى يومنا هذا، يعني ذول اليمن هسه أمويين وعباسيين بتصرفاتهم، وهي تصرفات خارجة عن النظم الإسلامية والنهج المحمدي. الثامنة، ميول الشباب العربي بصورة خاصة والإسلامي بصورة عامة ومنذ فترة غير وجيزة إلى الفكر الغربي والنفور من الفكر الإسلامي بسبب تصرفات بعض المحسوبين على الإسلام، مما أدى إلى التهاون في الدفاع عن الإسلام ونبيه. التاسعة، تهاون الحكام بل والشعوب الإسلامية في الدفاع عن رسولهم ضد الانتهاكات والتعديات والرسومات وما إلى ذلك. العاشرة، انحراف الفكر الإسلامي في الكثير من الموارد عن خطه ومساره.
11 والأخيرة: انشغال العلماء المسلمين من كافة المذاهب عن التثقيف والدفاع بمشاغل وهموم مجتمعاتهم كالفقر والحروب والأمراض والحكام الظالمين وما شاكل ذلك. اتقوا الله وأحسنوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. على حب بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. صدق الله العلي العظيم. على حب نبينا الكريم والإمام الصادق وولده محمد الصدر، الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات. وآل محمد وعجل. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي من علينا بمحمد نبيه صلى الله عليه وآله دون الأمم الماضية والقرون السالفة بقدرته التي لا تعجز عن شيء وإن عظم، ولا يفوتها شيء وإن لطف، فختم بنا على جميع من ذرأ، وجعلنا شهداء على من جحد، وكثرنا بمنه على من قل. اللهم فصل على محمد أمينك على وحيك ونجيبك من خلقك وصفيك. اللهم صل عليه وعلى علي وفاطمة والحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والخلف الحجة المهدي، روحي لهم الفداء. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله وأحسنوا. يقال: ليست هناك صدفة في الكون، ماكو أي صدفة بالكون، كلها محكومة بأحكام الله ونظم الله. فأقول وكأطروحة: لم يكن وقوع ولادات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والإمام الصادق عليه السلام والشهيد السيد محمد الصدر قدس سره في نفس اليوم من التاريخ لم يكن محض صدفة أو جزافا، بل كان إشارة للتخطيط الكون الإلهي لإحياء الدين الإسلامي وانتشاره في الأرض، وبارتباط مسبق قد خططت له السماء، بدليل قول الأخير يعني محمد الصدر. إيش قال هنا مسجد الكوفة؟ سيقول لكم الله: ألم أرسل إليكم محمد الصدر ليقرع أسماعكم؟ مع أنه ليس نبيا ولا إماما معصوما بالعصمة الأولية. فبدأ المصطفى صلى الله عليه وآله بانتشال الإنسانية من واقع مرير عصيب يدفن البنت حية ويستبيح كل المحرمات، ويحكم على اللون والعرق والعشيرة، ويعبد الأصنام التي عشعشت وسط عقول وقلوب عبادها. أوصلهم إلى حد المؤاخاة بين الأبيض والأسود والحر والعبد والغني والفقير، فأدى رسالته صلى الله عليه وآله على أتم وجوه الإصلاح رغم وقوف المفسدين والمرجفين والمنافقين ضده، كما هو الحال الآن اليوم بسبب الإسلام. فأدى رسالته على أتم وجه رغم وقوف المفسدين والمرجفين والمنافقين ضده، كما هو الحال الآن بسبب الإسلام الأموي لا الإسلام العلوي، ولكن بعد ارتحاله إلى ربه ونكران وصيته ومآل الحق إلى غير أهله دب الضعف في الدين الإسلامي
وفي الإنسانية معا، وأصابهما العياء إلى حين سقوط الدولة الأموية التي كانت مسيطرة على مقاليد الأمور. فهنا ينبري الإمام الصادق عليه السلام لإعادة دعائم الدين وإرساء شريعة سيد المرسلين بفتح المدرسة الجعفرية التي شهد لها القاصي والداني. فبدأ الإمام الصادق ثورته الفكرية بين المسلمين بأساليب متعددة حسب اختلاف عقلية السائل والمجادل، وانتشرت أحاديثه انتشارا هائلا، وكثر الرواة لها في جميع المذاهب. فعن الحسن بن علي الوشا في قوله: أدركت في هذا المسجد 900 شيخ يقول كل يقول حدثني جعفر بن محمد. وأعطت هذه الثورة ثمارها، فقد بدأت الحركة العلمية تزدهر، وبدأ الجمود الذي سيطر على أذهان وتفكير أغلب المسلمين يتلاشى، وكل ذلك بفضل الحركة التي أثارها الإمام الصادق. ولكن وبعد مرور فترة من الزمان وجدنا أنفسنا في دنيا لا دين فيها، يملأها الخوف والرعب والتصفيق للظلم والظالمين، وحانات الخمر والسفور وتضييع مساجد الله بفراغها من أهلها، وإعدام الشباب، وخوف الزوج من زوجته من كلمة قد تخرج من فيه على الظن والتهمة. فانبرى السيد محمد الصدر قدس سره ليعيد كفة ميزان الإسلام كما فعلها أجداده، وليعطي للإنسان حقه كإنسان محفوظ الكرامة. وهو يقول مقولته الشهيرة التي نقلها الثقة عنه: أنا أنتظر الرصاصة التي تمنحني الحياة. أقول: نعم والله لقد منحتك تلك الرصاصة كل الحياة، فقد أعدت للحياة روحها وبهاءها، وللدين هيبته، وللمؤمن سطوته، لأنك ذبحت الخوف بسكين الشجاعة، واستللت قلوب المؤمنين للطاعة. أنت الذي قارعت الطغاة وأقوى الدكتاتوريات، فقطعت دابر البعث والعفلقيات، وأرسيت أسس الإسلام التي عفى أثرها الهدام. لم تأخذك في الله لومة لائم، ولا مسبة شاتم، ولا ضيق الطريق، ولا قلة الصديق، فكان الله صديقك، فكان الله صديقك، والحق طريقك، والشهادة غايتك، فقمت بأعباء ما عجز عنه غيرك، وأصلحت ما فسد بسيرك، وسقيت الإسلام بدمك ودماء ولدك. فيا ضيعتنا بعدك، فيا ضيعتنا بعدك يا محمد الصدر، فسلام الله عليك موجودا ومفقودا. وهنأنا الله تعالى بولادتك وولادة جدك المصطفى وجدك الإمام الصادق عليهم السلام. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات في شرق الأرض وغربها، واغشع هذه الغمة عن هذه الأمة بحضور صاحب الزمان وتعجيل ظهوره. اللهم واشف كل مريض ينتظر الشفاء منك والعافية يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين.